لا ما هو انت حظك مش هيبقى اوحش من حظ واحد ملطاوي. اوعى تفهم غلط، ملطاوي دي يعني من مالطا الجزيره نفسها. الملطاوي ده من كتر ما هو بائس اتضرب بيه المثل. لا ومش مثل واحد، دول اتنين. جه بعد خراب مالطا وبيقدم في مالطا، والاتنين معناهم ان مفيش فايده. اصله اللي كان بيقدم في مالطا ده ما كانش حد بيسمع له. المؤرخين قالوا ان جزيره مالطا كل سكانها كانوا بيتبعوا الدين المسيحي، فلما دخل المسلمين مالطا وبقت تحت حكمهم في فتره من الفترات ما اجبروش حد على الدخول في الاسلام. فلما كان بيجي حد يرفع الاذان هناك محدش كان بيروح يصلي لانه كان بيقدم في مالطا. امال مين بقى اللي جه بعد خراب مالطا؟ بص يا سيدي، فرنسا احتلت مالطا سنه 1798 وقعدوا فيها سنتين، بس في السنتين دول دمروا كل حاجه موجوده فيها، مباني، كنايس، قصور، كله اتسرق واتنهب، خربوها على الاخر يعني. فاضطر اهلها ساعتها انهم يسيبوا مالطا خالص ويهربوا على جزيره صقليه لحد ما جه الانجليز وحاربوا الفرنساويين وطردوهم من مالطا، بس هم اللي احتلوها مكانهم بعد كده. طب مالطا خرابه دلوقتي، مين اللي هيبنيها؟ المحتل الانجليزي لا سمح الله؟ لا طبعا، اهلها يا حبيبي هم اللي يبنوها، هم اولى بيها، احنا مالنا، احنا نحتلها بس. وفعلا جابوا السكان اللي كانوا هربوا على صقليه ورجعوهم تاني لبلدهم مالطا، بس كان بعد خراب مالطا. لا استنى، الموضوع ما خلصش لحد هنا. اصل سكان مالطا بعد ما رجعوا ليها وقعدوا يعمروا فيها علشان تقف على رجليها قامت الحرب العالميه الثانيه، وكان في الحرب دي المانيا وايطاليا ضد انجلترا اللي كانت حاكمه مالطا وقتها. قامت ايطاليا والمانيا ضاربين قنابل على جزيره مالطا ودمروها، فاضطر سكان مالطا ان هم يهربوا منها ويروحوا على بلاد تانية، بس رجعوا لها تاني الحمد لله بعد ما الحرب العالميه خلصت. لكن بعد خراب مالطا تاني، انت بقى حظك اوحش من كده.